ازيكم؟ مش عشان انا مسافر مش هوريلكم حاجه جديده. بصوا يا جماعه، احنا ركبنا هنا مع استاذ خالد مسافرين مع بعض، وهو مركب هذا الهولدر في هوايه التكييف، ولازم يركب له كفر في الموبايل عشان يثبته هنا بمغناطيس. صراحه الموضوع تعبان جدا وكل شويه الموبايل يتحرك. انا جبت له ايه بقى؟ انا جبت له هذه التحفه الفنيه من ماجنتك. شايفين هذا الهولدر ده مختلف لان هو فيه سنسور، لما تقرب له كده بيفتح، وبعد ما تخلص بتدوس هنا بيقفل تاني على الموبايل. صراحه شكله جامد جدا. عايز اوريكم بس من قريب كده. بص، شايفين السنسور بيفتح ويقفل ازاي؟ اوكي. وعايز اقول لكم كمان ان هو لو ما وصلوش كهرباء تقدر كمان ان انت تدوس على زرار تاتش يفتح، تاتش تاني يقفل. فهو جواه انترنال باتري، فهو وايرلس تشارجر بحامل كده شيك، وشكله صايع جدا الصراحه في العربيه وفخم. عايز اوريكم ان بص، ان انا جبت الموبايل مثلا بتاع خالد، موبايل كبير، لو قربته كده ده يفتح. حط الموبايل هنا، ماشي هنا اهو، ولو دوست هنا هيفتح، اقدر اخد الموبايل. صراحه جامد، وماجنتك عامله اختراع عظيم، وينفع كمان للناس اللي هي بتاعت اوبر وكده اللي بتتحرك كتير، لان هو ثابت. بيركب هنا عن طريق زي هوك كده موجود، يركب في الهوايه ويحصل له لوك هنا اهو. وعندك هنا اهو كنترول، تقدر ان انت تتحكم في الزوايا بتاعته زي ما انت عايز. قلت لكم هنا كده تاتش كده بتفتح وبتقفل عن طريق الزرار اللي ورا. جامد ولا مش جامد؟ جامد. بالراحه يا ابني، وداني.